في مختبره الصغير هذا يعمل منذ سنوات، يخلط هذه الرائحة بتلك ويمزج بين مختلف النكهات أملا في الوصول إلى رائحة تعكس فكرة تدور في خلده. عبد الرزاق بن شعبان تحول من مدرجات الجامعة إلى صناعة العطور، نجح في أن يصنع للعطور المغربية اسما عالميا. كان لقاء مع صديقي المرحوم إيف سان لورون اللي اقترح عليا باش نصاوب له عطر. فلما بديت التجربه ديال باش ندخل لعالم العطور، خديت واحد 3 سنوات للدراسه والبحث والاصفار، وكان السيد إيف سان لورون تيساعدني ومتابع الخطوات ديالي. بعد أن درس علم الأحياء والنباتات في جامعات مغربية وعالمية، حول تطبيق النظريات على أرض الواقع، معتمدا في ذلك على غنى مدينة مراكش التي يقطنها، محاولا استلهام أفكار جديدة لعطوره. أنا أعتبر أن الطبيعة هي مدرسة وكتاب كبير جدا أجد فيه مصدر إلهامي، لأن فيه عطور وفيه ورود، والطبيعة هي بالنسبة لي أساسية في استلهام أي عطر، زيادة على الثقافة العربية والإسلامية. كل ما كتب عن العطور في الشعر في الأدب فهو مهم بالنسبة لي في ابتكار عطر جديد. ونجح بن شعبان في إدخال العطور المغربية إلى مكتبة أوزموتيك بقصر فرساي، وهي مكتبة تضم 1500 من أشهر العطور منذ القرن ال14 إلى اليوم، من خلال عطر مساء مراكش. وتضم مكتبته عطورا كل منها تمثل ما تتميز به واحدة من المدن المغربية. صناعة العطور على الرغم من تعقيدها إلا أنها قد تكون سهلة لمن له غزارة في الأفكار وحاسة شم قادرة على التمييز بين مختلف الروائح. يونس أيت ياسين، سكاي نيوز عربية، مراكش.